فين الطعميه الجميله بتاعتنا دي او الفلافل بيسموها اسكندريه. هنعملها النهارده بتريكات وحركات، لازم تتابعوني لاخر الفيديو. هتنور سفرتنا في سحور رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. شايفين جمالها وحلاوتها؟ هنشوف مع بعض احلى طعميه لذيذه بتتعمل. بصوا بقى هشه ازاي من جوه ولذيذه جدا، حاجه كده تحفه تحفه. نخش بقى على المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنتسحر على رمضان. لو تلاحظوا هعمل طعميه جميله. ليه؟ عشان ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. النهارده اخر يوم في شعبان، اللهم بلغنا رمضان. هنتسحر النهارده على الحاجات الجميله دي، فلازم نعملها في البيت. لو رحت اشتريتيها من بره، اولا جودتها ومش النظافه وكده، وانا مش من المحبين ان تشتري اي حاجه من بره حتى لو كانت رخيصه. ودلوقتي مفيش حاجه رخيصه، كل حاجه غاليه ومش مضمون طعمها. فاحنا بنعمل حاجات في البيت، بنضمن الزيت، بنضمن بالنسبه للطعميه الزيت بتاعها بيكون نظيف، منقين الفول، غاسلينه كويس، غاسلين الخضره، غاسلين كل حاجه. فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الطعميه. دلوقتي عباره عن نص كيلو فول، انا غسلته جدا اهو، شايفين؟ غسلته كويس قوي ونقيت منه اي غبره ولا اي حاجه او فوله مش مستحبه. ده فول مدشوش عندنا يا جماعه في مصر، بنسميه فول مدشوش، يعني الفول اللي هو بتاع التدميس ده بس متقشر. غسلته كويس وبليته لمده ساعتين، ما تزوديش عن ساعتين، لان الفوله متقشره زي ما انتم شايفين كده، فمش محتاجه ان انت تبليها من بالليل للصبح، هتغرق ميه وهتبقى شاربه ميه كتير، واحنا عايزين الطعميه بتاعتنا ما تبقاش فيها ميه. كده نص كيلو فول بعد ما بليته بساعتين وغسلته كويس وصفيته. هنجيب دلوقتي حوالي 100 جرام كرات. والكرات انا هنا غسلاه كويس. بالنسبه للبنات المبتدئه تمسك ورقه وتغسلها وتحط صباعها كده في السمره كلها من الاول للاخر، علشان تحت الميه جاريه، علشان يشيل اي تراب او بويضات ديدان او اي حاجه، اعزكم الله. ومعايا شويه كزبره برده حوالي 100 جرام. ما بكترش الخضره يا جماعه، انا عايزه لونها يبقى زي الفستقي كده، ما تبقاش لونها خضره تقيل كده. والثوم دوت حوالي 10 فصوص ثوم، وبصلايه صغيره، اصغر بصلايه عندك ممكن تحطيها. بس كده هنعملها في الخلاط بكل بساطه، وهنقول لكم على التركايه بعد كده هنشيلها ازاي. ما بحطش ملح ولا بهارات لان انا هفرزنها، فعشان انا لو انا هعملها دلوقتي هعمل الكميه كلها دلوقتي واقليها. احط الخضره امتى؟ ما بحطهاش في الخلاط، بعد ما اطحنها واخليها ناعمه جدا بضيف لها البهارات والملح. لكن دلوقتي انا بشيلها كده عشان افرزنها. ودي كوبايه ميه. هتقولي لي ليه بتحطي طعميه ميه؟ المفروض انها تكون ما فيهاش ريحه الميه. الكوبايه دي زي ما انا عبيتها كده هترجع تاني. هعمل بيها كل الطعميه بالخضره في الخلاط، وهوريكم دلوقتي عملي. وهصفيها كل كميه هعملها اضربها في الخلاط. انا مجهزه طبق بوله معايا اهو، شايفين؟ بوله ومصفى، بحيث ان الكميه اللي تتخلط هصفيها في المصفى دي كده تتصفى وما تبقاش فيها نقطه ميه، ونرجع بحيث نرجع كوبايه الميه دي تاني. نخش بقى كده عملي. نجيب الخلاط اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. اقطع الخضره عشوائي كده عشان اطحنها في الخلاط، اسهل على الخلاط عشان عايزاها ضربا ناعم، مش عايزه خيوط خالص للخضره دي باينه، عشان بعد كده هقول لكم الخضره دي مش عايزاها تبقى باينه عشان ما تضايقنيش. واقطع البصله برضو، وادي الطومات توم كده. نحط الميه اهي، كوبايه الميه كلها حطيتها، واضرب بقى ضربه مبرحه للخضره دي عشان تبقى اهو. نبتدي نضربها كده. شايفين يا بنات؟ انا نعمت الخضره خالص في كوبايه الميه اللي انا حطيتها. انزل بقى على قد ما يتشيل معايا الكاسه بتاعت هحط الفول بتاعي اهو. اقلب، الله اكبر الله اعظم. وهضرب الفول. طبعا مش هتختلط معايا لان انا كنت مقطرت الكميه، فانا بساعد الخلاط واقلبه كده واديله تقليبه. شايفين يا بنات؟ انا في اللون الفستقي الجميل ده جاي من ايه؟ جاي من احنا ما حطيناش خضره كتير. وهتقولي ليه ما حطيتيش بقدونس وشبت؟ لا، البياعين الطعميه بره في المطاعم الطعميه ما بيعملوش شبت ولا بقدونس، بيحطوا بس كزبره خضراء، وبيحطوا بصل، وبيحطوا توم، وبيحطوا الكرات بس، وما بيكتروش في الكرات والكميه دي عشان يطلع اللون الفستقي الجميل اللي انت بتشوفيه ده. انا هعمله خلطه ثانيه، ضربه ثانيه، عشان صوت الخلاط مزعج جدا. واصفيها واستنى الميه اللي تنزل منها عشان اكمل الكميه الباقيه ديت وتلف على بعضيها اهو. بصفيها كلها كده
واحط تحتيها معلقه او حاجز بحيث ان الميه ما تلمس المصفى عشان تصفي كله. استنى لما تتصفى عشان مش عايزه احط ميه تاني. شايفين اهو، اقلبها كده عشان تنزل الميه بتاعتها كلها. شايفين ناعمه ازاي؟ وفي الخلاط بدون تعقيد بقى، لا نعمل في كبه ولا نعمل في، لو عندك كبه هيبقى حلو برده، بس لو ما عندكيش كبه وما عندكيش غير خلاط هتعملي طعميه برده. ممكن تعملي في كبه، ممكن تعملي في مطحنه البهارات اللي الصغيره دي، هتطلعوا لك حلو قوي، بس بقى عايزه وقت وصبر وطولة بال. فاهو بالخلاط كده زي ما انتم شايفين. هصفي بقى، احط المعلقه تحتيها حاجز كده عشان تصفي لي الكميه كلها، وارجع اطحن الباقيين دول احطهم في في الخلاط، وبشويه الميه دول هطحنهم وارجع اصفيهم تاني. كده الكوبايه اللي انا حطيتها رجعتها تاني، وهو ده اللي انا عايزاه، لا ازيد ولا اقل. صفيت العجينه كويس. دلوقتي بقى التركايه اللي بتعملها زي العجينه بره مليانه هوا كده وناعمه جدا زي الزلابيه، هنضربها بمضرب سلك او بالعجان. ما عندكيش عجان اعمليها بالمضرب السلك الكهرباء. لمده 5 دقايق كده نضرب. احطها كده في بوله اكبر علشان البوله دي مش مريحاني. شوفوا ازاي ربت وزادت معايا وبقت داخلها هوا وناعمه جدا زي عجينه السلابيه كده، وزي العجينه اللي بنجيبها من بره، ولونها فاتح ما شاء الله فستقي كده جميل. الكاميرا ظلمها، هي لونها فستقي اهي شايفين. الوقت بقى هنعبيها في اكياس، وهاخد شويه هحمرهم عشان نعملهم للسحور. هوريكم الباقي نشيله ازاي في كيس زي ما انتم شايفين كده. واخد على قد السحور، هقللكم شويه واوريكم شكلها تحفه تحفه تحفه. بص النص كيلو رب معايا وبقى كميه، بقى نص البوله ازاي. البوله دي كبيره جدا اهي، سمكها بصوا ما شاء الله تشيلي حوالي كيلو ونص او 2 كيلو. بقت مليانه نصها وخفيفه وفريشه وربت كاني عملتها في المجور بتاع الطعميه بتاع بره المطاعم. نعبيها بقى نجيب كيس كده وادخله جوه علبه عشان نعرف نعبي الطعميه بتاعتنا. ناخد اهو، اخلي شويه دول بقى. انا عبيت كيسين كده، اخلي شويه دول علشان نعملهم نحمرهم ونوريهم لكم. مخليش فيها هوا، خلي الكيس كله مليان كده. فين ادي كيس 2 3 دول الكميه اللي طلعت معايا، ودول كده هقليهم معاكم ما شاء الله. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. مش هنشتري طعميه تاني من بره، هنعمل الطعميه في البيت. ما حطيناهاش كربونات ولا اي حاجه. دول بقى بيتحط لها كزبره وشويه كمون وشويه سمسم وخلاص. انا ما بحطش كربوناته. هي ربت كده معايا وبقت خفيفه وجميله من مضرب السلك الكهربي. ونرجع لكم تاني. نحط لها كده شويه كزبره عشان احنا ما شلناهاش متبله. زيت من الملح، مش عايزاها لان الكزبره فيها ملح ناشفه. بصوا والله كما قال الكتاب، نهدي النار، الزيت على النار. اهم حاجه بقى هنبل ايدينا ميه كده زي ما انتم شايفين. انا حاطه هنا ميه وسمسم وكزبره مطحونه نص طرحه كده، يعني كزبره كسر كده. ابل ايدي ميه كده، اهم حاجه ابل الميه. وامسك القرص كده، الله اكبر ما شاء الله. بصوا اهو، اعملها زي بره كده وانزل بقى في الزيت. بصوا ما شاء الله تبارك الله. نقلبها كده تاخد اللون الحلو. بصوا خفيفه خفيفه زي الريشه، زي العوامه كده، عامله زي الزلابيه كده، بتعوم كده في الزيت عشان خفيفه ما شاء الله. منفوخه بدون كربونات ولا اي حاجه ولا بيض ولا اي شيء، مش محتاجه ما شاء الله عليها. فين الجمال كله، الله اكبر عليها، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين؟ يا رب تكون واضحه اهي. شايفين ما شاء الله عليها. ودي كانت الطعميه بتاعتنا. انا قالت لكم طبقه واحده بس كده عشان اوريكم. بصوا ما شاء الله تبارك الله. في بعد كده بصوا بقى الطعميه، بصوا من غير لا كربونات ولا غيره. بصوا لونها من جوه، بصوا الجمال كله بقى. تقدري تحشيها زي ما انت عايزه،
تحطي لها جبنه موتزاريلا، تحطي لها طماطم وخضره، تحطي لها اللي انت عايزاه من جوه. انا حبيت اعملها لكم كده بسيطه وسريعه. ورمضان كريم وكل عام وانت بخير. ما تنسونيش بقى في التعليقات ثم التعليقات، لو انتوا عايزين اي حاجه مني، وصفات اكلات، اي حاجه انتوا عايزينها اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا ارد عليكم بنفسي وهنفذ لكم كل رغباتكم. وعايزه رايكم، تقولوا لي رايكم في الفيديوهات بتاعتي، وعايزه استشيركم في حاجه تانية. لو تحبوا الاعمال الصامته، يعني انا اعمل فيديوهات صامته احسن ولا اتكلم، يا ريت تقولوا لي ده في التعليقات. وبحبكم كتير في الله، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش اللايك ثم اللايك ثم اللايك، لان اللايك يا جماعه بيرفع المشاهده. ومعلش بطول عليكم، والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.